ازيكم يا حلوين؟ عايزين اكلات موفره بس في نفس الوقت يكون فيها بروتين. النهارده هنعمل مع بعض مسقعه المطاعم بس باقل من ربع كيلو لحمه مفرومه. متخيلين؟ هنجيب عندي هنا نص كيلو لحمه مفرومه، ده انا هاخد منه على طبخه النهارده والباقي هحطه في الفريزر. هنزل عليه بصلتين كبار مفرومين في الكبه زي ما انتم شايفين. زي ما انتم عارفين طبعا المسقعه بتكون مليانه زيوت وتقيله، فاحنا مش عايزين نخليها تقيله اكتر. فانا النهارده مش هحمر البصله وبعد كده احط عليها اللحمه المفرومه، لا، انا كده كده اللحمه المفرومه بيكون فيها دهونها، الدهون دي هتنزل يا جماعه. فانا همزج كده بايدي او هخلطهم البصل مع اللحمه المفرومه وهسيبهم على النار متوسطه بحيث ان اللحمه المفرومه تستوي معايا كويس جدا. بعد كده هنزل عليها بشويه من الفلفل الاسود، حوالي ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان قدهم من الملح، حوالي برضو ربع معلقه او نص معلقه صغيره من الملح. وبعد كده احنا كده خلصنا اللحمه المفرومه اللي هناخد منها معلقتين بس. فعلا هي اكل موفره. هنجيب بقى البتنجان بتاعنا، انا مش عايزاكي تقطعيه حلقات، لا، انا عايزاكي تقطعيه مكعبات. المطاعم مش بيقطعوا البتنجان شرايح، لا بيقطعوه مكعبات، وهي دي مسقعه المطاعم. بس انا قلت لكم ان انا هخليها غنيه واعملها باللحمه المفرومه. وفعلا الاكله دي لو عملتيها انت هتوفري على نفسك كتير في الوقت اللي احنا فيه ده. هنقطعها كده زي ما انتم شايفين مكعبات، وهنقطع برضو زيها الفلفل مكعبات. لو حابه ان انت تحطي بطاطس حطي بطاطس، بس انا ما حطيتش بطاطس عشان ما تكونش فيها سعرات حراريه كتير، لان انا بعمل دايت. فزي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. قطعت فلفل رومي وفلفل اسكندراني. الفلفل الاسكندراني ده على فكره بيدي تست حامي سيكه، بس مش حامي قوي يعني. بس كده هبتدي بقى ان انا اقلي البتنجان. اقليه في اي طاسه فيها زيت عادي، يعني هنا عشان عندي قلايه. بس كده هجيب بقى طاسه هحط فيها يا دوب بس يعني ايه معلقه زيت، وهنزل عليهم بنص معلقه من الثوم المفروم، وهبتدي ان انا اقلب لحد ما اشم ريحه الثوم. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هننزل بقى بالطشه بتاعتنا الخطيره. هتسمعوا الصوت دلوقتي وهتشموا الريحه معايا. للاسف مش هتعرفوا تشموا الريحه، بس لما تعملوها هتعجبكم وهتشموا الريحه. زي ما انتم شايفين كده هننزل بحوالي معلقتين او 3 معالق من الخل. الخل بيدي تست رهيب قوي الصراحه للمسقعه، يعني مش بتعمليها بخل يبقى انت مش بتعملي مسقعه. بس كده هبتدي ان انا اقلب كويس. هننزل بقى دلوقتي بايه؟ بصلصه الطماطم. انا عندي صلصه اوريدي انا مسبكاها وحطها في التلاجة باخد منها على الاكل. هحط كده حوالي مغرفه كبيره ونص كمان مغرفه. عاوزه تزودي الصلصه شويه زوديها مفيش مشكله، دي حسب الرغبه. وهقلب كويس. هنزل بقى باللحمه المفرومه زي ما قلت لكم. هحط 3 معالق لحمه مفرومه بالبصل، اللي هي يا دوب اقل فعلا من ربع كيلو لحمه مفرومه زي ما انتم شايفين كده. الاكله دي لو عملتوها بقى مع رغيفين عيش وشويه مخلل جنبها او شويه بطاطس محمره، والله بجد مفيش احلى من كده. شويه ملح، شويه كمون، شويه فلفل اسود، يعني نص معلقه او ربع معلقه كده من الكمون والفلفل الاسود، ورشه من الملح عشان اوريدي احنا حاطين ملح على اللحمه المفرومه. بس كده هننزل بقى بيها بالخضار بتاعنا البتنجان والفلفل، وخلصنا اكلتنا على كده. يا رب تكون اكله النهارده عجبتكم، وفعلا هي اكله حلوه جدا. جربوها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي.